ازاي اعرف اشتري بوتاجاز من معرض؟ عارفين طبعا ان ناس كتير في المحلات بتوجهك على مزاجها وتحاول تقنعك بحاجة وانت ممكن تكون مش عاوزها، يحاول يقنعك برضو. ازاي اتجنب ده؟ ابقى فاهمة انا بشتري ايه وايه الانواع الكويسة. اكيد انا مش كل يوم هشتري بوتاجاز يعني. كلام جميل. احنا طبعا مش كل يوم هنشتري بوتاجاز. اكيد طبعا. طبعا انت عايزة بوتاجاز يكون قطع غياره متوفرة، ويكون بوتاجاز شكله حلو وسهل التنظيف، بالظبط كده. ويهمك يكون فرن واسع. طبعا ده اللي انا بدور عليه. طب اسمه ايه واعرفه ازاي؟ طب اسمعي بقى يا ست البيت وركزي معايا. طب قبل ما نبتدي كده نصلي بينا على النبي. طبعا اهم 3 حاجات ان اشترك في القناة، تاني حاجة انك تفرع لايكات، تالت حاجة انك تولع في الشير. اول حاجة انك بتروح عليها الديزاين، الشكل. لازم يكون شكل بوتاجاز، شكله تقفيله شكله جميل جذاب، بعيد تشوفه من بعيد تقول هو ده. تاني حاجة الاستانلس بتاعه لازم يكون غير قابل للسطح، يعني يكون من الجناب من الجناب والسطح بتاعه يكون استانلس. تالت حاجة التقفيل، لازم يكون البوتاجاز تقفيله مفيش مكان يدخل فيه دهون، حتى لو فيه دهون على السطح نقدر نشيلها بسهولة. رابع حاجة واجهة البوتاجاز اللي هي الأوكر، المقابض الإزاز. الحاجات دي لازم تكون شكلها قيم وغير موصلة للحرارة. طب اسمه ايه؟ البوتاجاز تابع لشركة كلنا عارفينها، غنية عن التعريف جدا، شركة لها اسمها وتاريخها، شركة عريقة، شركة توشيبا العربي. بوتاجاز لا جيرمان الإيطالي. تعال أوريلك على الطبيعة. هعرض لك البوتاجاز على الطبيعة، شوفيه قبل ما تشتري. هتكلم على طريقة تشغيله ومميزاته وعيوبه مقيما من وجهة نظري، واسيب لكم التقييم انتوا البوتاجاز في الآخر. اول حاجه سطح البوتاجاز مقسوم ل3 اجزاء، بحيث لو حاجه فارت او اتكبت يعني ما تغسلش البوتاجاز كله، كل جزء منقسم لوحده. تاني حاجه يحتوي البوتاجاز على غرف غاز المنتجه من شركه سيفاف الايطاليه، دي مش مواسير، تبقى سهله التنظيف، سهله تشيل العيون كده وتنضفها الغرف. تالت حاجه معانا الاشعال الذاتي، اشعال ذاتي العيون، وكمان الاشعال الذاتي ده ممتد للفرن والشوايه. كمان الأوكر فيها إشعال ذاتي، مش زرار بره لوحده، المفتاح نفسه فيه إشعال ذاتي. مش كده وبس، عمل لك 5 أوكر لوحدهم منفصلين كده، مما يجعلها سهل الاستخدام، يعني تبقى سهل الاستخدام، يبقى انت معروفة ال5 أوكر لوحدهم في جنب. طبعا وجينا اتكلمنا في الإشعال يبقى نتكلم في الأمان. البوتاجاز أمان كامل، فرن وشواية، عيون فوق، دي ما تقدرش طبعا نخاف من حاجة، نحطنا حاجة لبن فار ولا حاجة فارت واحنا مش موجودين، اللبن فار اتفصل النار يفصل اوتوماتيك الغاز لوحده. كمان عندنا مروحة توزيع حرارة ممتازة، مش كده وبس، ومروحة تبريد للأوكر البوتاجاز كله، واخدة مساحة البوتاجاز كله. حوامل ظهر، حامل للقهوة، مقبض قوي جدا وشكله جميل، دبل زجاج، الإزاز الخارجي عاكس وسهل الفك، طبعا تقدر تفكه وتنضفه بسهولة. عندنا أكرة واحدة تتحكم في اللمبة والمروحة. طبعا البوتاجاز مجهز غاز طبيعي، مدخل واحد يمين مزود بحافظ الطعام أو تسخين الطعام. اللزق بتاعه لازم نشيله قبل ما توصله، قبل ما نشغله لازم يتشاله كله. تايمر ساعة، و2 شبكة فرن، واحدة عرصة أو أرضية فرن، وفي واحدة أساسية فرن دي ثابتة، دي هي تحت آخر حاجة خالص. ترموستات للفرن، طبقة عازل بتاعته كويسة جدا، بوتاجاز جميل جدا جدا، مفيش تهريب في المساحات، البوتاجاز 60 في 90. هشرح لكم المكونات دلوقتي كلها وأوريكم ازاي بنشغلوها ونعرف مع بعض هنعمل ايه. يلا بينا. قبل ما تشغل بوتاجاز اول حاجه حط في بالك على طول تشيل اللزق بتاعه، اي لزق على الاسطح او الجوانب لازم يتشال عشان ده بيطلع ريح. البوتاجاز مجهز غاز طبيعي، بوتاجاز جاي شركه ليه جيرمان العربي، جايبه غاز طبيعي جاهز، بس مجهز فتحه واحده الايطالي، مسطره فتحه واحده يمين. مساحه البوتاجاز جميله جدا جدا يكتب لكم المساحات اهي 38 و45 عمقه. مساحة الفرن مستغلة جميلة جدا، 60 في 90، مساحة جميلة. 5 عيون شكلهم جمال لوحدهم، جمالة جدا، يعني حتى لو محدش عارف فيهم هيعرف. مفتاح واحد لفرن الشواية، ومفتاح لللمبة والمروحة. وده حامل قهوة، حامل قهوة لوحده صغير. طبعا بنشوف النار الزرقاء في الضلمة، بيبان معانا الإضاءة والنار بتاعتها، بس العيون عاملة ازاي.
سهلة، انت ممكن تفكها وتغسلها بقى، يعني دي مش مواسير، دي غرف زي ما احنا اتكلمنا وتقدر تشيلها. دي عرصة اللي هي متحركة تقدر تشيلها وتركبها. وفي شبكتين، وفي الأرضية الثابتة تحت. بص المواد شكله عامل ازاي بوتاجاز، شكله 5 عيون لوحدهم، هما لوحدهم بتفتحه تضغط عليه 10 ثواني وبعدين تسيب ايدك. ادي الشبكتين هم. بوتاجاز جميل، سيفتي امان كامل، بس مفهوش بقى شواية. 10 فتحات توزيع تبريد للمفتاح كلها. ادي اللمبة ومروحة، وكده العكس الناحية التانية نقدر نجيبها لمبة بس. يعني انت عندك المفتاح ده لمبة ومروحة، والناحية التانية مروحة لمبة بس. دي مفتاح واحد نقدر نتحكم فيه، يا فرن يا شواية. كده احنا مشغلين الفرن اهوت. دي مفتاح واحد للفرن. كل الجديد على فكرة التصميم الجديد والسيفتي والامن ان انت تجيب مفتاح واحد يشتغل فرن شوية. معظم البوتاجازات بتيجي 2 مع بعض، بس في مشاكل كتيرة وعيوب، اللي انت تيجي تشغل 2 اللي فوق يطفي ده يطفي. فده يعني بوتاجاز والله كويس جدا من وجهة نظر انا شايفه ممتاز. كمان في حظ الطعام جميلة واسعة برضو جميلة جدا. دي الجوان باب واخد الباب كله، الجوان بتاع الحرارة منع حرارة واخد الباب كله، مساحة البوتاجاز كله. بص الفتحات دي كده 10 فتحات عدهم معايا كده. مساحة البوتاجاز التبريد طالع بتاعه، يعني هقفل الباب دلوقتي ونشوف في الوسط للهوا. حط ايدك ولا تحس ولا كأن فيه. وسام اتكلمنا عن المميزات، نتكلم عن العيوب. هو مدخل واحد غاز مش مدخلين، اكتر الجديد النهارده بيجي مدخلين بدون سيخ للشوايه، مفهوش شوايه خالص. باب الفرن مش سوفت كلوز اللي هو عادي سوست عادي، مش اللي هو الناعم القفل الناعم، لا ده عادي. مفتاح واحد للفرن والشوايه، فين اكتر ناس بتحتاج الاتنين مع بعض، بس انا مش شايف اللي ده عيب يعني. بدون زجاج خارجي، يعني الزجاج اللي هو الظهريه مش موجود، وده شيء ما يزعلش. يعني اللي مش فارقه معاك الكلام ده كله مش هتفرق في حاجه، يعني من غير ازاز من ورا عادي مفيش مشاكل. مفتاح واحد لفرن الشوايه، انت حضرتك بتعمل اللي تحت ودين تحمر اللي فوق. مدخل واحد غاز، دي اللي ممكن نحتاجه الجديد ان شاء الله، اللي هو لازم يكون مدخلين حسب الدخلة بتاعة الغاز يمين وشمال، هو بيجي ندخل. السلام عليكم ورحمة الله.